اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صباحكم معطر بذكر الله. اللهم بلغنا رمضان. ان شاء الله هنعمل مع بعض الزبادي باسهل طريقه. انا معايا كيلو لبن هنغليه. بصي ايدك على طول فيه بتقلبي اللبن. انا كده سبته لما برد، يعني تحطي صبعك كده تستحملي، انا مش عايزاه بارد قوي ولا سخن قوي، يعني زي دمعة العين كده. هنا انا معايا معلقتين زبادي. انا شاريه زبديه وخدت منها معلقتين على الكيلو، معلقتين زبادي. هندمجها كويس قوي مع شويه اللبن اللي احنا خدناهم دول. بعد كده هنزل بيهم على بقيه الكيلو. ممكن تستخدميه هاند بلندر، المهم تدوبيهم كويس قوي مع اللبن. بس بقى هتحطي في كوبايات، في بولات، اهم حاجه ما يكونش فيها ميه، تكون ناشفه كويس. بصوا دي انا هستخدم فيها مربى فراوله. ممكن تحطي اي طعم انت حباه، يعني اي طعم، مربى فراوله، فواكه، اي حاجه انت بتحبيها. هنا بقى انا هستخدم صينيه ألمونيا، وعايزه ميه من الكاتل يا دوبك تكون دافيه برضو. صبعك يعني لو دخلتي صبعك في الميه تستحمليه. هنرص فيها كل الكوبايات اللي احنا عملناها، وعايزين فوطه تكون تقيله شويه. هغطيها وبعد كده هحطها في الفرن. مش هسخن فرن ولا حاجه، سبتها بتاع 7-8 ساعات وطلعت معايا زي ما انت شايفه متماسكه ودسم جدا يا بنات. وان شاء الله تجربيها وتعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.